حماتي حبيبتي، ايه رايك في الفستان ده؟ جميل قوي. حلو قوي مش كده؟ ايه ده؟ ليكي يا سمر؟ لا ده ليكي انت. هو انت يعني عشان عندك 95 سنه مش هتلبسي فستان؟ لا يا سمر انا كبرت على الحاجات دي. اجيب لك بقى الاحمر ولا الاخضر؟ اجيب لك الاحمر، ايه المشكله يعني؟ ايه ده؟ الاستاذ سمر بتعمله ده عايز تخلص من الحاجه ولا ايه؟ لازم اصور. انت صغيره. ايه يا حاجه؟ ايه يا حاجه؟ كويسه؟ كانت فين؟ كانت اتحدفت في ظهري هنا. مرات ابنك حدفتها في ظهري وقعدت تقول يلا انا عايزه اخلص منها، شكلها عايزه تخلص منك يا ست هاني. طب ليه كل ده سمر تعمل كل مش ده؟ عارفه، بس اعملي نفسك ان انت ميته لحد ما تشوفي الحياه انت بعينيكي. ماشي ماشي ماشي، خبيها بقى. يلا كويس ان انا خلصت منك يا بومه وارتحت منك ومن قرفك. بقى انا كل ما اقول لابنك انا عايزه اروح اصيف، عايزه اروح اصيف يا حبيبي، يقول انا صيفتك ووديتك 20 مره في السنه. ليه يا حبيبتي؟ وانا جايباكي هنا عشان تقرفيني؟ ست بومه كل حاجه يصرف عليكي ويديكي فلوس وياكلك ويشربك ويشتري لك هدوم. انا بقى كده خلصت منك وهرتاح براحتي بقى واتفسح انا وجوزي براحتي وناخد عزاكي في 3 4 ايام ونعيش بقى مرتاحين وكلها 5 ايام وهينساكي. يس يلا خوري في 60 داهيه، ناخدك على النعش بقى كمان شويه. اما اخش بقى اظبط نفسي وارتاح والبس اسود بقى على ما جوزي يجي وناخد عزاكي. يلا. استاذ عبد اللطيف، خير يا مالك؟ انت رنيت عليا وتقولي تعالى الحق امك في حاجه، في ايه؟ مراتك ست هانم اسمها سمر ديت خدت البخاخه من امك وهي بتوريها حاجه على التليفون وانا مصوراها. بس كده الفيديو. يا نهار ابيض. طب ابعتي لي الفيديو ده. امي كويسه؟ ماما انت كويسه؟ والله ربنا يبارك لها. البنت مالك جابت لي البخاخه. جبت لها البخاخه وهي بقت تمام، بس انا قلت لها تعمل نفسها ميته. طب الحمد لله. طب بتعمل كده فيا ليه يا عبد اللطيف؟ انا عايزه افهم. طب روحي شوف شغلك انت يا مالك. طيب حاضر. روحي شوف شغلك. بصي يا ماما، انا عايزك تكملي في التمثيليه زي ما احنا، تمام؟ ماشي. مثلي انك ميته لحد ما اثبت الحقيقه. ماشي؟ يلا وانا هنده عليها. سما وسع كده في ايه؟ مش عارف وماله؟ مش عارف يا سمر، انا جيت من الشغل فتحت الباب عمال بنده على ماما ما بتردش عليا ومش عارف في ايه مالها. ازاي يعني؟ ده انا لسه مأكلاها سوشي حالا ومنيماها. استنى كده اما شوفيها كده والنبي يا شوفها سمر كده. حبيبي يا لهوي. لا تكون النوبه جات لها. لا دي مش نوبة يا حبيبي. يلا البقاء ده بتاع ربنا. معلش يا حبيبي. لا اللي انت بتقولي ده دي حاجة بتاعت ربنا. طب انت مش عارفه تصحيها؟ حبيبتي يا ماما انا كنت زعلانة عليكي قوي. طب استني كده، انا هصحيها يا حبيبتي. ماما اصحي يلا. ايه اللي انت بتعمله؟ ماما ابني اللي يعرف يصحيني مش انت. انت عايزه تخلصي مني. عارفه ليه يا سمر؟ انا واخداكي زي بنتي، داخله تبخي برفان وانت عارفه ان انا عندي ازمه واي ريحه الدكتور مانعني منها. ليه؟ خدت البخاخه من على رجلي ورميتيها عشان ما اقدرش اخد نفسي، عشان السر الالهي يطلع وتخلصي مني. صح يا سمر؟ ها؟ انا بقى انا زهقت منك. انت ست مقرفه وست بومه وست غبيه وما بتبطليش اكل في الراحه والجايه تخشي. خلاصي. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ عيب لما تقولي الكلام اللي انت بتقوليه ده. المفروض دي واحده زي امك، المفروض تعمليها احسن معامله وتشيلها على راسك. حبيبي امك دي عندها فرط حركه ما بتبطلش، بتتحرك في المكان كتير قوي. عايشه في بيتي. وانت عارف ان انا دي شقتي مش شقه ابني، يعني انت اللي عايشه عندي وافرك براحتي واتنطط براحتي في شقتي. وانا عندي كام سنه يا بت؟ انت عارفه الحمد لله ان ملك الشغاله اللي عندنا شافتك وانت بتعملي كده، والحمد لله ان هي لحقت امي. لولاها والله تمام احسن كان منك زمانك وفيها أمي خير. خلاص راحت مني. تمام بس الحمد لله ربنا موجود. ازاي البت دي تعمل كده؟ وسع كده. رايحه فين؟ لا رايحه فين وانت هتخشها لا، تاني؟ دي بنت حلال.
انما انت مش بنت حلال. يا بنت تمر فيها العشره والعيش والملح، لحقتني بالبخاخه، انما انت عايزه تخلصي مني. خدتي وقت اكتر من وقتك، تمام؟ انا مش هامن عليكي مع عمي تاني، تمام؟ يا حبيبي حصل خير مفيش انت حاجه. تاخدي بعضك كده، تمام؟ انت كده كده انا اللي جايب لك كل حاجه، حتى بهدومك بكل حاجه، حتى بالطقم اللي عليكي ده تخرجي بيه. يلا تمام؟ بالسلامه يا حبيبتي. يلا بقى على بيت ابوكي، تمام؟ وانا ببعت لك ورقتك على هناك. يلا يلا غوري في نصيبه. انت زباله.